لابد أن نؤكد أن السبب الرئيسي لهذه التظاهرات هو الشعور في الشارع الإيراني بأن الشعب الإيراني هو الذي يدفع الفاتورة دائما، يدفعها اقتصاديا بسبب مشروع الملالي للتوسع في الخارج، ثم الإيرانيون هم من يدفعون الثمن من دمائهم نتيجة السياسات الخاطئة للنظام الإيراني. عندما قتل سليماني وقتل معه ضباط إيرانيون كان بسبب السياسات الخاطئة للنظام الإيراني. مهم. في جنازة قاسم سليماني من دفع الثمن أيضا ضحايا إيرانيون. في الطائرة الأوكرانية أيضا سقط عشرات الضحايا الإيرانيين، فبالتالي هناك شعور بأن الشعب الإيراني هو الذي يدفع هذه الفاتورة بشكل عام. وينبغي أن نؤكد على أمر مهم، أن هذه التظاهرات ليست غضبا في فشل النظام للرد على عملية اغتيال قاسم سليماني، ولكنها والدليل على ذلك أنه تم تمزيق صور قاسم سليماني في هذه التظاهرات. الشعب الإيراني يشعر دائما أنه هو يدفع فاتورة ليس نعم. ملزما بها، طيب. أن هناك سياسات خاطئة يمارسها النظام الإيراني تنعكس بالسلب على أها. جميع جوانب الحياة في الداخل الإيراني. هناك أمور وتطورات مهمة في هذه التظاهرات يجب أن نلفت إليها. الأمر الأول تغير اللهجة في هذه التظاهرات والشعارات التي تصف المسؤولين الإيرانيين بأنهم هم الدواعش، وهذه هي الفزاعة التي كان يصدرها النظام الإيراني للداخل وأنه يحارب داعش في المنطقة. فأصبح هناك حالة وعي ضد زيف هذه الشعارات. الأمر الثاني حالة القدسية التي كان يرسمها النظام الإيراني لنفسه دائما، والتي كان يستطيع من خلالها الاستقطاب وكتم الأصوات. أصبحت تغيرت هذه اللهجة أيضا خلال طيب. هذه